يجب أن نتوجه بالتعازي إلى شعب المغرب. طبعا حد يقول لي طب أنا أعمل إيه؟ ادعي لهم بالرحمة، ادعي لهم بالناس اللي ماتت بالمغفرة، ادعي للناس اللي في الشوارع بالتحمل. تجربة مرعبة. بنعزي كل أهلنا في دولة المغرب الشقيق، وإن شاء الله من غير ما أعرف، وليست معلومة ولم أقرأ تصريحا ولم أرى بيانا، ولكن أنا عارف أنه من الليلة دي ومن بكرة تهب الدول العربية كلها علشان تقف بجانب المغرب، سواء كانت المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات والخليج العربي والدول العربية الشرقية والدول العربية الجنوبية والأوروبا اللي ليها علاقات قوية جدا بالمغرب. كل هؤلاء هتلاقيهم بيهبوا يعني مع بعض علشان يقفوا جنب المغرب. نرجو إن شاء الله أن الخسائر تكون يعني طبعا أكثر من 1000 قتيل. هذا رقم مرعب وهذا رقم كبير. الزلزال ده أسوأ كارثة في العالم، 7 ريختر. الزلزال ده خاطئ. الشعب المغربي بالطوابير على مراكز التبرع بالدم، آلاف مؤلفة لتقديم دمائهم في سبيل مساعدة إخواتهم في تلك الفاجعة. مشاهد توريك تلاحم وتكاتف الناس مع بعضيها في الضيق والشدة. آلاف الضحايا من إخواتنا في الشعب المغربي الشقيق والحبيب على قلوبنا وقلوب كل الأمة حية. هبة مغربية من كل المدن، شاحنات من كل قرية ومدينة في المغرب محملة بالمساعدات الضرورية للمناطق المنكوبة من الزلزال. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وربنا ينزل عليهم بردا وسلاما على اخواتنا واهلنا في المغرب، وربنا يعجل بشفاء المصابين ويرحم الموتى ويصبر اهاليهم وداويهم. 20 ثانية في زلزال مركزه مراكش في المغرب بلغت قوته 7.2 ريختر. طبعا رقم صعب جدا. ادي مركز الزلزال، عمقه 8 كيلومتر، حس بيه سكان من العديد في المدن المغربية في محيط حوالي 400 كيلومتر من مركز الزلزال. حقيقة تضامن رائع جدا وقت الأزمات. هذه الأعداد حقيقة الكبيرة جدا، يعني الحمد لله يمكن الحاجة أكتر حاجة لا تعاني منها المغرب دلوقتي في الشح أو النقص هي الدماء. وسط آلاف اللترات اللي تبرع بيها أبناء وبنات الشعب المغربي، اللي الدم دلوقتي أغلى من الذهب وأغلى من البترول. عندك آلاف مؤلفة من الجرحى، آلاف العمليات، كل ده محتاج كمية دماء كبيرة جدا. وبزعم إن إحنا قدرنا نجمع الجزء الأكبر منها في المغرب. دي شاحنات بتخرج من مختلف المدن المغربية إلى الأقاليم المنكوبة ومركز الزلزال. هبة مغربية من كل المدن، شاحنات من كل قرية ومدينة في المغرب محملة بالمساعدات الضرورية للمناطق المنكوبة من الزلزال. طائرات الهليكوبتر هي الوسيلة الوحيدة للوصول لتلك المناطق. بعض الأماكن بدأت تصل المساعدات وفرق الإغاثة من خلال الطائرات الهليكوبتر. من أبرز القرى دي والمناطق دي مولاي إبراهيم وتحناوت وأسكور وأوريكا وست فاطمة وتلال يعقوب وإغيل، اللي هي مركز الزلزال الأخير في إقليم الحوز. دي مشاهد الخيام للعائلات المغربية المتضررة من الزلزال. المنتخب المغربي كان على موعد في تصفيات كأس الأمم الأفريقية قدام ليبيريا امبارح في أغادير، اللي هي على بعد 200 كيلومتر تقريبا من مراكش. اتلغى الماتش طبعا. اللاعبين والطاقم الفني للمنتخب توجهوا للتبرع بالدم في مشهد ملفت ومعبر عن تضامن الشعب المغربي مع ضحايا الزلزال في مراكش. في المغرب التضامن والتكاتف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فرق البحث والإنقاذ شغالة على مدار الساعة. كل ظهور جديد للمتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية الناس بتحط ايديها على قلبها، يا ترى العدد، يا ترى الاسماء مين، والكل متعلق باهداب الامل ان الاعداد تقف عند هذا الرقم. لكن
موضوع صعب جدا. في قرى كاملة لحد اللحظة رغم كل تلك المجهودات وكل هذا التضامن، تلك القرى ما حصل الله، أشخاص فقدوا عائلتهم بالكامل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مات لي 4 دراري والرجل. آية منصور مصطفى، آية منصور مصطفى، حسن، إلهام، غزلان، إلياس. داك الشيء اللي عندي راه مشى ليا، بقي غير بوحدي. هذا الشيء اللي كتب الله وهذا. ربنا يصبرها، ربنا يصبرها والله، ويصبر أهلنا في المغرب. عشرات من سكان القرى ما زالوا تحت الأنقاض. دي لحظات عصيبة لعملية انتشال طفل رضيع على قيد الحياة من أسفل الأنقاض في مراكش. مشاهد توريك تلاحم وتكاتف الناس مع بعضيها في الضيق والشدة. الشعب المغربي بالطوابير على مراكز التبرع بالدم لتقديم دمائهم في سبيل مساعدة إخواتهم اللي بآلاف مؤلفة في تلك الفاجعة. ربنا يزيح الغمة